في تاريخ مصر رجال لا تكتب أسماءهم بالحبر بل بالدم، بالشجاعة وبصدى الميدان. أحد هؤلاء كان الفريق عبد المنعم رياض، الجنرال الذهبي، القائد الذي لم يعرف الخوف ولم يختبئ خلف لقب أو رتبة. ولد في 22 أكتوبر عام 1919 بمدينة طنطا، بين أسرة مصرية بسيطة غرست فيه حب الوطن منذ الصغر. تخرج في الكلية الحربية عام 1938، ومن أول لحظة وقف على أرض الميدان كان يعرف إن طريقه محفوظ بالمخاطر، لكنه اختار السير فيه بإرادته. في الحرب العالمية الثانية كان شاباً بيقود سلاح المدفعية المضادة للطائرات، وفي حرب 48 شارك في الدفاع عن فلسطين حاملاً شرف العسكرية المصرية إلى خارج الحدود، ثم واصل طريق المجد في العدوان الثلاثي عام 1956 يكتب فصول جديدة من الشجاعة والانضباط. لم يكن مجرد ضابط، بل كان عقلاً عسكرياً عبقرياً. أول ضابط مصري يحصل على الماجستير في العلوم العسكرية عام 1944. تعلم من أساتذته عز الدين عبد القادر وأحمد إسماعيل علي معنى القيادة الحقيقية، أن تكون أول من يتقدم لا آخر من يختبئ. وفي أرض نكسة 67 كان الجيش بيحتاج لرجل من طراز نادر، رجل لا ينهار، لا يبرر، بل يقاتل من جديد. وهنا ظهر عبد المنعم رياض. بدأ بإعادة بناء الجيش المصري من الصفر. أنشأ الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، وفصل الدفاع الجوي عن القوات الجوية عشان يعيد لمصر توازنها العسكري بعد الهزيمة. كان بيؤمن إن الحرب القادمة ستكون حرب كرامة قبل ما تكون حرب سلاح. وفي حرب الاستنزاف لم يرضى أن يبقى في مكتبه وسط الخرائط والرتب. قرر أن يقف بجانب جنوده في الجبهة، هناك حيث تختبر الرجولة الحقيقية. في 9 مارس 1969 كان بيتفقد الخطوط الأمامية عند منطقة الإسماعيلية. وقف بين الجنود يبتسم ويقول: القائد لا يعرف النصر من بعيد بل من قلب المعركة. لكن القدر كان بيجهز ليه لحظة الخلود. سقطت قذيفة إسرائيلية على الموقع، فاستشهد في المكان اللي أحبه بين جنوده. في تلك اللحظة لم يسقط جسد عبد المنعم رياض فقط، بل نهضت مصر كلها. تحول استشهاده إلى رمز للكرامة، للإقدام وللوطنية الخالدة. أعلن الرئيس جمال عبد الناصر يوم 9 مارس من كل عام يوم الشهيد، تخليداً لاسم الرجل اللي عاش ومات من أجل جنوده. لقبوه بالجنرال الذهبي، ليس لأنه أحب الذهب، بل لأنه صقل روحه بالنار فصار أكثر بريقاً من أي وسام. رحل عبد المنعم رياض، لكن إرثه بقي في كل جندي مصري عبر الأجيال. من حرب الاستنزاف إلى نصر أكتوبر 1973 كان فكره حاضر، وتدريبه والروح التي لا تموت. في عالم يهرب فيه القادة من المعارك، اختار هو أن يموت في الميدان. هذه ليست نهاية القصة، بل بداية أسطورة اسمها عبد المنعم رياض، الجنرال الذهبي. اكتشف أسرار مصر من قلب التاريخ إلى أعظم الأبطال. استمع لحكايات لم تروى من قبل عن شخصيات غيرت مصير أمة، من الفراعنة إلى الثوار ومن العباقرة إلى المتمردين. كل حلقة من بودكاست حواديت مصرية كنز من الدهشة والإلهام والتشويق. لا تفوت الحلقات السابقة ولا تدع القادمة تفوتك. تابعنا الآن وعيش التاريخ وكأنك كنت هناك. متاح